تخيل انك صحيت بكره وحسيت ان دماغك صافي وهادي. تخيل انك قعدت تشتغل في حاجه مهمه وفضلت مركز فيها ساعه كامله بدون ما تشوف الموبايل ولا تفكر في اي حاجه تانية. طب تخيل الاحساس انك تخلص مهمه كبيره وتحس انك فعلا عملت حاجه مهمه النهارده، انك تقعد مع اصحابك وتبقى موجود معاهم فعلا، مش مجرد جسمك موجود وعقلك في مكان تاني. انك تنام بالليل وتحس ان يومك كان مليان ومفيد، مش مجرد 24 ساعه عدوا عليك بدون ما تحس بيهم اصلا. تخيل انك تصحى الصبح وتحس انك عندك طاقه وحماس لليوم الجديد، مش مجرد انك تكمل في نفس الدوامه اللي انت فيها. انك تبقى قادر تاخد قرارات مهمه في حياتك عشان دماغك بقى صافي وقادر يفكر بوضوح. ده مش حلم، ده ممكن يحصل فعلا، بس محتاج شويه صبر وشويه تدريب وشويه انضباط. زي ما انت مش ممكن تخس في يوم واحد، مش ممكن تعالج برضه التشتت في يوم واحد، بس ممكن تبدا تحس بالفرق من بعد اول اسبوع، وتحس بفرق كبير قوي بعد شهر، وتحس ان حياتك اتغيرت تماما بعد 3 شهور. نهى دلوقتي بتذاكر 5 ساعات في اليوم وبتنجز اكتر ما كانت بتعمله في 10 ساعات قبل كده. ادم بدا يحقق اهدافه واحد ورا التاني بدل ما كان حاسس انه واقف في مكانه. سيف بقى قادر يفكر في المشاكل الكبيره في حياته ويلاقي حلول ليها بدل ما كان دماغه مليانه افكار مش مفيده اصلا. داليا بقت تحس ان شغلها ممتع وان انتاجيتها عاليه بدل ما كانت حاسه ان هي بتضيع وقت وخلاص. بس انا لازم اقول لك ان الطريق مش هيبقى سهل. اول اسبوع هيبقى صعب جدا عليك، هتحس ان في حاجات مهمه لازم تشوفها وان انت بتفوت حاجات كتير قوي. هتحس ان انت مش منتج وان انت مش بتعمل حاجه، ده طبيعي جدا. دماغك اتعود على التشتت وتعود على الشعور الكذاب ان انت منتج وانت شغال على حاجات كتير قوي في نفس الوقت.